عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، يا هلا وسهلا بالجميع. اليوم يا بنات أنا مسوية فطور على الطريقة الأردنية اللي هو يسمونه قلاية البندورة، بس حنا نسميه طماط. قلاية البندورة يا بنات أكلة أردنية أو أكلة فلسطينية معروفة، اللي هي عبارة عن طماط. أنا راح أنزل لكم الطريقة، هي مختلفة شوي عن اللي إحنا نسويها. شوفوا كيف، ما شاء الله، شوفوا البخار، مرة صراحة لذيذة ومكوناتها جدا سهلة. بالنسبة لقلاية البندورة يا بنات، ما قلت لكم يا بنات، قلاية البندورة مشهورة بالأردن. يلا عاد مع الشاي، ما شاء الله تبارك الله، وجمعة مباركة على الجميع. قلاية البندورة حنا صغار وحنا نسميها اللي هي ناطعة ولذيذة، جربوها وادعوا. أحسنتم لأنفسكم. يعني أنت بتحسن أو بتسوي الشيء الكويس أو بتسوي الشيء لصالحك لمصلحتك، حتى لما تسوي شيء خير للناس، حتى الخير اللي بتسويه للناس أو الإيثار أو كل المبادئ اللي بنتكلم عنها، في النهاية أنت قاعد تسويها ليش؟ علشانك، إما علشان الشعور اللي بيجيك بعدها، أو علشان تدخل جنة بعد الموت، أو لأنه حاسس ليش؟ علشانك، إما علشان الشعور اللي بيجيك بعدها، أو علشان تدخل جنة بعد الموت، أو لأنه حاسس إنه في شيء في الكون حيرجع لك الخير اللي سويته. في النهاية كل المبادئ اللي بنتكلم عنها، في النهاية أنت قاعد تسويها ليش؟ علشانك، إما علشان الشعور اللي بيجي تسويها ليش؟ أو لأنه حاسس إنه في شيء في الكون حيرجع لك موت، أو لأنه حاسس إنه في شيء في الكون حيرجع لك الخير اللي سويته. في النهاية ما في شيء الواحد بيسويه ويدوم إلا إذا بيسويه وهو حاسس ومستشعر ومؤمن أنه حيعود عليه هو بالنفع. وهذا هو التغيير الجذري، سواء مع أنفسنا أو حتى لما نتكلم مع الشباب ومع المراهقين. التغيير الجذري اللي يحصل للمراهق ولا الشاب لما يفرض عليه تغيير من الأهل ولا من المجتمع، لما هو يفرض عليه تغيير من الأهل ولا من المجتمع، لما هو يحس أنه مصلحته في التغيير.